تحالف عربي إسلامي من دول غرب آسيا ودول الخليج وتركيا وجميع الدول العربية، والتحالف ده كل هدفه القضاء على إسرائيل، لأن إسرائيل مش دولة تفاوض ولا بيحترموا الميثاق والعهود، ولكنهم دولة قوة يفعلون كل شيء بالقوة، ولا بد أن يفعل بهم أي شيء بالقوة. هذه هي الحقيقة، والتاريخ يقول ذلك. ده كانوا بيفاوضوا ربنا في بقرة. ده لما سيدنا موسى عليه السلام ضرب البحر بالعصا ونجاهم من فرعون، وكانت معجزة قدامهم ان البحر ينشق لهم ويعدوا من البحر، وبعد ما عدوا فرعون يغرق كان قدام عينيهم. وبعد ما عدوا بشوية قالوا لسيدنا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما شافوا ناس في الطريق وهم ماشيين بيعبدوا أصنام أو بيعبدوا أي حاجة من دون الله، قالوا له يا موسى اعمل لنا إله زي ما لهم آلهة. دول أخدوا الذهب من مصر وهم خارجين، وسيدنا موسى لما ربنا دعاه 40 يوم السامري، موسى السامري ضحك عليهم وخد منهم الذهب ده كله وسيحه. هو كان عنده علم بتسييح الذهب وتشكيل الاشكال ايا كان الشكل بقى، فعمل لهم عجل يعبدوه وله خوار بيدخل الهواء من مكان يطلع من مكان يعمل صوت كده كأن العجل بيعمل صوت، يعني صوت العجل اللي هو بينعر ده. ولما سيدنا موسى رجع ولقى العجل ده طبعا كسره وقضى عليه، وربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالمفسدين في الارض. فما فيش جدال في الموضوع ده. اسرائيل لابد ان تحارب، لابد، مفيش تفاوض معاهم، لان انت هتتفاوض من اليمين ده هيجي لك من اليمين ده، هتجي له يمين هيروح لك شمال، هتروح له شمال هيجي لك يمين. طيب التحالف اللي بنقول عليه ده تحالف وهمي، وانا اسف لحضراتكم ان انا بقول وهمي، لكن هو في بداية بالفعل من تركيا والسعودية وباكستان. وطبعا اليوم اللي احنا فيه ده النهاردة 16 أغسطس 2026 في كلام ان وزير الخارجية التركي بيدعو مصر وبيصر اصرار غير طبيعي ان مصر تدخل التحالف ده. والتحالف ده لو تم ونجح ونمى وفضل ينمو كل يوم، اسرائيل سوف تردع، اسرائيل هتخاف، اسرائيل هتعمل حساب كل كلمة وكل حاجة بتعملها. لان النهاردة ومن ايام اسرائيل اعترفت وقالت ان سيادتها على هضبة الجولان السورية ووسعت الحدود بتاعتها، وقالت على لبنان كذلك وفي فلسطين كذلك، مع ان في مؤتمر في شرم الشيخ اتعمل وترامب حضره في مصر، واتعمل اتفاقية ان الدولتين يتحلوا، ان فلسطين واسرائيل كل دولة تكون مستقلة بذاتها، واتعمل حدود ويبقى في اتفاق معين كده، وهينزعوا السلاح من حماس ومش عارفة ايه، وفي خطوات متتالية هتتعمل علشان يحصل ده ويحصل سلم وسلام. تمام؟ بس هو اسرائيل عمرها ما يبقى فيه سلم وسلام ما بينهم وما بين اي حد، لان هم مش بتوع سلام، هم بتوع حروب بس. لكن الدول الوسيطة زي مصر وقطر وتركيا وغيره بيقولوا ان يبقى فيه سلام، وبيسعوا للسلام وبيعملوا اللي عليهم وبيحاولوا ينفذوا الخطة دي، وفعلا نفذوا الخطوة الاولى، فاسرائيل اتجنت ومش عارفين يعملوا ايه واتحطوا في ورطه. وبرضه قال لك احنا مش هنبطل، هم كل القاده بتوعهم قالوا احنا مش هنبطل ضرب ومش هنبطل حرب، ولازم ناخد فلسطين وهناخد مش عارفه ايه، وعندهم خريطه وخطه اللي حضراتكم كلكم عارفينها، اللي هي الخريطه بتاعتهم من النيل للفرات، وهم عايزين ينفذوا الخطه دي. والله اعلم هتتنفذ ولا لا، لكن لو فضلنا كده متفرقين، العرب والمسلمين متفرقين، صدقونا هينفذوا الخطه واحده واحده، هينفذوا الخطه. وفي ترتيبات جديده جدا هم عاملينها ما حدش يتخيلها، لان الناس دي هم صابحين متمسيين بيفكروا في الخطة وبيعملوا حاجات جديدة وبيطوروا وبيعملوا حاجات كتيرة جدا ما حدش يتخيلها، الناس بتتفاجئ بيها. وبندعي من ربنا ان التحالف التركي السعودي الباكستاني ويكون في مصر، وينضم كمان دول ليه تحالف، ويتعمل كماشة على اسرائيل علشان تكون دولة منعزلة، ويا ريت كمان تطرد ويرجعوا من مطرح ما جم. الاسرائيليين دول عبارة عن شوية يهود بريطانيا جابتهم حطتهم في المنطقة هنا، لان فلسطين يا جماعة بتحتل على مر التاريخ. يعني الهكسوس احتلوا فلسطين، والتتار
وغيرهم كتير جدا احتلوا فلسطين واحتلوا الاراضي المصريه كمان، وفي اراضي من الاراضي العربيه. وكل الهدف يا جماعه ان اسرائيل تكون مزروعه هنا، يكون فرع لاوروبا هنا وامريكا، او بريطانيا وامريكا يكون موجود هنا في الشرق الاوسط. وبيدعموه كويس جدا على فكره، بيدعم. انتوا مش عارفين بيجيب الفلوس منين، بيجيب اسلحه منين، بيجيب الحاجات دي كلها منين، وخبرات وحاجات، وبيمدوهم. وروسيا كمان ساعدت في ان هي ارسلت جنود بشريه او قوات بشريه او قوه بشريه لاسرائيل في وقت من الاوقات. حوالي 1.5 مليون بني ادم ارسلتهم لاسرائيل اللي احتلت فلسطين على ارض فلسطين. كل الشعوب بمعنى الكلمه تحب ان يحصل حرب على اسرائيل، الا ما يعني في بقى حاجات مستثناه بقى، يعني ممكن تكون شعوب مش فارق معاها. يعني انت عندك بعض شعوب كده، احنا مش هنذكر شعوب، بعض شعوب عربيه واوروبيه وامريكيه كمان بيعملوا مظاهرات، وهم يعني علشان الانسانيه، مش عشان الدين ولا عشان العرق ولا عشان الجنس ولا عشان اي حاجه. هم شايفين الموضوع موضوع انساني بحت. انتوا ازاي اسرائيل تعمل كده في الشعب الفلسطيني، الشعب الاعزل والفقراء، واللي انتوا دمرتوهم ودمرتوا بلادهم وقاعدين في مخيمات، الشمس يعني واكلاهم والبرد بياكلهم والشتاء بينزل عليهم، يعني عيشه صعبه جدا. ورغم ذلك بتضربوهم وبالطيران وبتعملوا عليهم حصار بشري وحصار، وبتعذبوهم وتدخلوهم السجون والمعتقلات. في حاجات كبيره جدا، بلاوي سودا، جرائم كبيره جدا بتتعمل. ومجلس الامن يعني امر وطلع قرار بوقف اطلاق النار وبوقف المهزله والاعتداءات دي كلها، ومحدش بيسمع له. يعني الشعوب مش حابه اللي بيحصل من اسرائيل. طيب ليه بقى الحكومات ما بتتحركش يعني متضامنه مع شعوبها؟ هو ده السؤال اللي محير العالم كله. ليه الحكومات اذا كان عربيه او اوروبيه او امريكيه او الادارات كلها في العالم ما بتتحركش؟ هي بتتكلم بس وبتدين، وانتوا هتفضلوا تدينوا لحد امتى؟ الناس دي ما بتجيش غير بالحرب. يعني اسرائيل عمرها ما هتتراجع غير بالحرب. ما بينفعش معاهم التفاوضات والاجتماعات. هو طلع قرارات كتيره جدا من مجلس الامن والمحاكم الدوليه وغيره 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 وغيره، طلع قرارات كتيره جدا توقفهم، ما وقفوش وما بيوقفوش ومش هيقفوا غير بالحرب. فانتوا هتحاربوهم اهلا وسهلا، والشعوب كلها معاكم وبتدعمكم، كلنا معاكم وكل واحد بمجاله. لكن انتوا هتفضلوا تتكلموا كده، اسرائيل هتفضل تتوسع اكتر واكتر، وربنا يقدم ما فيه الخير. وان شاء الله النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وربنا يرحم الشهداء وينصر اهل فلسطين وينصر الاسلام ويعز المسلمين ويزهق الباطل ان شاء الله.